السلام عليكم، اهلا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض العيش الفينو بطريقه سهله وبسيطه وكمان اقتصاديه جدا. يعني دقيق وميه، مش هنضيف حليب ولا بيض ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، وهيطلع معانا احلى واجمل عيش فينو ممكن نعمله. طري وهش وخفيف جدا. بعد الفيديو ده مش هتشتريه من بره تاني. خليكم معايا للاخر، هقول لكم كل تفاصيل العجينه والتسويه المظبوطه اللي هتطلع معاكي احلى واجمل عيش فينو ممكن تعمليه. بس اهم حاجة نتابع الفيديو للاخر، وما ننساش اللايك والاشتراك في القناة. وهنسمي الله ونبدأ على بركة الله. معانا دلوقتي طبق عميق هننزل فيه بكوباية من المية، مية عادية جدا من الحنفية، وحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. وهنبدأ نقلب الخميرة بالسكر كده مع بعض. اللي احنا بنعمله ده اسمه اختبار للخميرة، عشان تعرفي ان الخميرة بتاعتك مظبوطة بتعمليها الاختبار ده، علشان لو مش كويسة ما تستعمليهاش. فلازم تعملي كده اول ما تلاقيها عملت فوم كده زي ما انت شايفة، ويبقى كده الخميرة متفاعلة وكويسة، اتفاعلت مع السكر. هننزل بقى بنص كيلو من الدقيق، يعني 4 كوبايات من الدقيق، وهنضيف عليهم نص معلقة من البيكنج باودر. وهنقلب بالمعلقة كده زي ما انت شايفة في الاول. احنا هنحط كوباية المية دي مع اللي احنا حطيناها مع الخميرة، وهنجيب كمان كوباية من المية هنستعملها اثناء العجن بالتدريج. زي ما انت شايفة كده، احنا مش هنستعملها كلها، هقولك في الاخر احنا استعملنا مية قد ايه للنص كيلو. هنحط شوية بشوية كده من المية ونبدأ نعجن. وهستغنى بقى عن المعلقة وهبدأ اعجن بايديا. لازم تعجني عجن كويس جدا علشان العجينة تطلع العيش الفينو يطلع معاكي حلو، وما يطلعش يبرول منك ولا يفرول. لما تعجنيه عجن كويس وتخدميه هيطلع معاكي مظبوط ويعيش لحد اخر واحد زي ما هو، من غير ما يفرول ولا يبرول منك ولا اي حاجة. هننزل بشوية مية بشوية مية بالتدريج زي كده، ونبدأ نعجن كويس جدا لحد ما توصل معانا عجينة طرية زي ما انت شايفة كده. انا استعملت مية قد ايه؟ استعملت نص كوباية كمان مع الكوباية اللي انا حطيتها في البداية. يعني انا حطيت في البداية مع الخميرة مع كوباية، واستعملت دلوقتي نص، يبقى كوباية ونص من المية. خلاص انا مش هستعمل مية تاني. هحط معلقتين من الزيت وهبدأ اعجن كويس برضو عشان انعم العجينة. انا عايزاها عجينة ناعمة جدا، يعني طرية وناعمة في نفس الوقت زي ما انت شايفة كده. خلاص خلصتها، غطيها بكيس بلاستيك او استرتش زي ما انت شايفة كده، وهسيبها تخمر. مش هنسيبها كتير قوي، يعني نص خمر كده، علشان برضو لسه هنخمرها تاني كذا مرة. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله خمرت اهي. هنشيلها بقى وهنبدأ نقطعها مع بعض. هناخدها كده وتعمليها رول، وهنبدأ نقطعها حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه. انا النص كيلو ده قطعته 12 رغيف كبار. لو انت حابة تعمليه عيش صغير، قطعي التقطيع اصغر من كده، هيطلع معاكي كمية كبيرة. ممكن تعمليه 20 او 24 لو انت عايزة عيش صغير، لكن انا عاملاه كبير، فانا قطعته 12 رغيف بس. اهو زي ما انت شايفة كده. بعد ما قطعته هنبدأ نعمله كرات كده بالطريقة دي. هخلص كل الكمية الكرات بتاعتي زي ما انت شايفة كده، وهبدأ اغطيها تاني بستريتش او كيس بلاستيك، وهسيبها كمان شوية ترتاح براحتها، وبرضو اهي وتخمر كمان مرة. وبقى هبدأ بقى كده افرد العيش بتاعنا. يعني انا سبته يخمر شوية في البداية بعد العجن، وسبتها كمان بعد التقطيع شوية، وهنسيبها بعد الفرد. الطريقة دي هتخلي العيش معاكي ممتاز حلو جدا، هيبقى يطلع معاكي هش وفي منتهى الجمال. هنبدأ نفرد كل كورة زي ما انت شفتيني بفردها كده. هي من نعومة العجينة وجمالها بتتفرد بكل سهولة بايدينا، مش محتاجة اي حاجة. بايديكي كده هتبدأي بس نقطة زيت بسيطة كده على ايديكي وتفردي. بصي ما شاء الله كأنك بتفردي فطير. بتتفرد معاكي بكل سهولة. بتعمليها زي مستطيل كده، وترولي بقى رول كده العجينة كويس، وتقفليها من تحت، وتظبطي برضو الجناب، تقفلي الجناب وترصيها على الصاج او الصينية اللي انت هتخبزي فيها. بنفس الطريقة زي ما انت شايفة كده كل الكمية. هتفردي العجينة، تفردي القطعة بتاعتك، وتعمليها رول وتقفليها من تحت زي ما انت شايفة كده، وتحطيها على الصاج او على الصينية على الناحية اللي هي متقفلة. تمام كده. لو انت حابة تستخدمي نشابة برضو زي ما انت حابة زي كده هتبقى سهلة برضو.
هي مش محتاجة نشابة، بس انا بوريك انك انت ممكن تستخدمي ايديكي او نشابة بكل سهولة، تتفرد معاكي وتظبطيها، تقفليها من تحت بعد ما تعمليها رول، وتقفليها من الجناب وتحطيها في الصاج، وتعملي كل الكمية بتاعتك بنفس الطريقة. حتى لو انت عاملة كمية كبيرة 2 كيلو او 3 كيلو او حتى كتير، مش هياخد معاكي اي حاجة، هيتفردوا معاكي بكل سهولة. وبالنسبة للدقيق، احنا طبعا بنستخدم اي دقيق فاخر اللي هو جميع الاغراض. بتستخدمي اي دقيق متوفر عندك او اي حاجة، بس يكون نوعه كويس وله عرق كده ونوعه كويس عشان يطلع معاكي العيش الفينو مظبوط. عايزة تستبدلي المية بحليب او لبن، تمام، برضو ممكن تستبدليها، او ممكن تحطي كوباية من الحليب ونص من المية زي ما انت عايزة تستبدلي معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم بمعلقتين سمنة او زبدة، برضو اعملي المتوفر عندك او اعملي اللي انت حباه، هيطلع معاكي برضو جميل جدا، بس انا حابة اعمله المرة دي اقتصادي. هنخلص بقى كل الكمية زي ما انت شايفة كده، ونسيبها تخمر في قلب الصاج بتاعنا لحد ما تتضاعف حجمها زي ما انت شايفة كده. وهجيب شوية حليب على شوية على معلقة من السكر، اقلبهم في بعض وادهن كل الوش بالراحة كده بالحليب ده عشان يدينا لون حلو برضو. وبعد كده بس ادهني بالراحة علشان برضو ما تهبطيش العيش ويبوظ منك. بعد كده هنرش سمسم، ده اختياري طبعا. وهنكون في الوقت ده مولعين الفرن على درجة حرارة عالية جدا، لازم الفرن يكون سخن جدا قبل ما تحط العيش بتاعك. لو انت عندك فرن غاز هتستعمليه، ولعي تحته مع الشوايات وسخنيه كويس جدا قبلها ب10 دقايق. لو انت هتستخدمي فرن البوتاجاز ولعيه من تحت ومن فوق وحطيه على الرف اللي في النص. عندك الفرن البوتاجاز بيشتغل تحت بس ما بيشتغلش مع بعضه، ولعي تحت لحد ما ياخد لون من تحت ويستوي، وبعد كده ولعي الشوايه كام دقيقه لحد ما ياخد اللون الجميل اللي انت شايفاه ده. وهيطلع معانا كده في منتهى الجمال، بياخد حوالي 10 دقايق او 12 دقيقة في الفرن، ويطلع معاكي بالشكل الجميل ده، مستوي جدا زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله التسوية مظبوطة، يعني لونه حلو قوي وريحته جميلة جدا، يعني حاجة كده ما شاء الله تفتح النفس، وموفر جدا كمان، اوفر من الافران بكتير. بنغطيه شوية كده بعد ما نبخه بخة مية عشان يرد كده من حرارة الفرن ويطرى معانا ويبقى بالشكل ده. حاجة كده ممتازة بجد بجد، اوفر بكتير جدا من الافران. من نص كيلو الدقيق عملت 12 رغيف بحجم كبير زي ما انت شايفاه كده. ما شاء الله طري جدا، يعني هش كده في منتهى الجمال، وطعمه احلى بكتير جدا طبعا من بتاع الافران، ومورق وهش وخفيف جدا من جوه. وتقدري تعملي بقى كمية كبيرة وتحطيها في اكياس في الفريزر، وتشيليها كده وقت ما تحب تطلعي الكيس وتسيبيه يفك، هيطلع معاكي كأنك لسه خبزاه بالظبط. اعمليه ان شاء الله بنفس الخطوات دي، حتى لو انت اول مرة تعمليه هيطلع معاك ان شاء الله ناجح جدا وممتاز، ومش هتبطلي تعمليه. اتمنى تجربيه بقى وتقولي لي ايه رأيك لو عجبك. ولو عملتيه وجربتيه وطلع معاكي ناجح، يا ريت تعملي شير للفيديو عشان الوصفة توصل لكل حبايبك والكل يستفيد بيها. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.